المصارعة تأثيرها أكبر بكتير مما نتخيل. وفي أمريكا المصارعة والسياسة وجهان لعملة واحدة، الاتنين بيلعبوا دايما على التشويق، المناظرات والدراما، وكل ده تحت الحبكة الرئيسية، الصراع بين الخير والشر. فيا ترى ازاي بدأ كل ده؟ وازاي المصارعة بيتحكم في أمريكا؟ احنا في 13 يوليو 2024، يوم طبيعي زي أي يوم في الانتخابات الأمريكية. ترامب كان بيخاطب أنصاره، لكن فجأة ترامب اتعرض لمحاولة اغتيال لكنها فشلت، واللي ما كانش مفهوم هو رد فعله بعد لحظات من الواقعة دي. وده اللي خلى بعض الناس تسأل إن اللي حصل ده حقيقي ولا مسرحية للتأثير على الرأي العام. استغلال اللحظة دي لخلق قصة وعزز صورته قدام الشعب الأمريكي، ده أسلوب اتعلمه ترامب من المصارعة اللي حاليا مش بتعتبر مجرد ترفيه، بل هي قوة اقتصادية وثقافية جبارة. وعشان نعرف ازاي أصبحت مؤثرة لدرجة استخدام أساليبها دي في السياسة، لازم نرجع لبداياتها. في أواخر القرن ال19 ظهرت المصارعة في أمريكا بأسلوب إنجليزي اسمه كاتش رسلينج. كانت موجودة بس في السيرك والمناطق الشعبية، وغالبا المباريات دي كانت بتستمر لفترات طويلة، وده اللي خلاها مملة للمشاهدين ومرهقة للمصارعين. فالمروجين بدأوا يفكروا في خطة لإصلاح المشاكل دي، وابتكروا حيلة ذكية إنهم يكتبوا النزالات بين المصارعين ويحددوا الفايز ومدة المباراة قبل النزال. وكمان بدأوا يبنوا كاركترز بحيث يكون في واحد طيب والتاني شرير عشان الصراع بينهم يكون منطقي. الحيلة اللي عملوها بتاع السيرك دي أطلق عليها كيفاب، بمعنى تصوير المباريات والسيناريوهات اللي الجماهير بتشوفها إنها حقيقة مش مكتوبة. وأصبح الحفاظ على الكيفاب أهم قواعد الصناعة. وبفضل النظام ده بدأت تتطور المصارعة من كونها موجودة بس في السيرك إلى وصولها لصناعة لها أكتر من اتحاد محلي، وكل واحد منهم مسؤول عن منطقته. والاتحادات دي كلها كانت تابعة لمنظمة أكبر، ال NWA. لكن على الرغم من انتشارها ما كانتش برضو المصارعة في الوقت ده صناعة كبيرة. كان لها جمهورها، لكن خلينا نقول إنها كانت على الهامش بالنسبة لباقي أساليب الترفيه. عشان كده كل اتحاد ركز بس على جمهور الإقليم بتاعه، وكله كان راضي ما عدا شخص واحد. Hello everybody, my name is Vince McMahon. لما اشترى فينس ماكمان الاتحاد من والده، كان عنده طموح ان المصارعة تكون هي المصدر الترفيهي الاول في امريكا، صناعة تناطح شركات زي ديزني. وعشان يوصل لكده لازم يدي على منافسيه الاول، فتمرد على تحالف ال NWA واعلن حرب على كله. بدأ ياخد مصارعين من الاتحادات التانية، كسر الاعراف الموجودة بين المروجين، وبدأ يعمل عروضه في المناطق بتاعتهم. There's no doubt that the popularity of the World Wrestling Federation continues by leaps and bounds. أدرك فينس في الفترة دي إن الاعتماد على الشغل بس في الحلبة مش هيكون كافي، بل هو محتاج يسيطر على مشاعر الجماهير. مش مهم تكون المشاعر دي حب أو كره، المهم إنه يحرك مشاعرهم عموما، لأن إثارة المشاعر هي كل شيء. كل جهود فينس دي كانت مبهرة، لكنه كان بيفتقد لعنصر واحد، واجهة الناس تحب تشوفها. هوجن كان عنده كل المقومات اللي فينس محتاجها، شكله، طاقته وكاريزمته كانوا مزيج مثالي يقدر من خلالهم يكون أيقونة للجيل الجديد من المصارعين. والأيقونة دي لازم لها بداية قوية، لحظة تكون خالدة. عشان كده ماكمان هيستخدم الأحداث السياسية لأول مرة. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. في الفترة دي من أوائل الثمانينات، التوتر بين أمريكا وإيران كان في أوجه بسبب احتجاز مجموعة ثوار إيرانيين أكثر من 50 رهينة أمريكية في طهران. الشارع الأمريكي كان غاضب وكان عايز يخرج الإيرانيين برا البلد. ماكمان بذكاء لعب على المشاعر دي عشان يقدم الأيرون شيك، ويدفعوا كمان عشان يكسب بطولة الاتحاد في لحظة صدمت الجماهير. بس كل ده كان تمهيد عشان البطل الأمريكي الوسيم يهزم الإيراني الشرير ويستعيد الحزام. اللقطة دي من قوتها أصبحت جزء من الثقافة الأمريكية وقتها، ما كانش مجرد فوز بل كان رمز لتغلب أمريكا على أعدائها. ومن هنا اتولد ظاهرة الهالكومانيا، ومعاها المصارعة تتنقل لمكانة تاني في عيون المجتمع الأمريكي.
soul's desire. You don't even know what you did. بس دي كانت مجرد البداية، لأن النجاح الظاهرة دي ألهم فينس لخلق ظاهرة أضخم، حدث بيراهن بكل ما يملك على نجاحه. The World Wrestling Federation presents WrestleMania. رسلمانيا كانت فعلا حديث الساعة في أمريكا، لدرجة إن الكل كان عايز يبقى جزء من الحدث ده، وبناء عليه تبدأ أنظار رجال الأعمال تتجه ليه، وأبرزهم كان رجل أعمال بيطمح إنه يكون حديث الساعة هو كمان، دونالد ترامب. حقبة الثمانينات زي ما شهدت تكوين إمبراطورية فينس ماكمان في المصارعة، هي كمان كانت شاهدة على ولادة إمبراطورية أكبر لترامب في العقارات. There is a new billionaire in town. Trump's the name, Donald Trump. نفس سنة ظهور الهالكمانيا، رجل الأعمال اللابط الهادي ترامب كان بيفتتح أحدث مشاريعه ترامب بلازا. دونالد في الفترة دي كان عايز يرسخ صورته قدام الشعب الأمريكي كشخص ناجح ويلمع اسم ترامب كعلامة تجارية فخمة، فبدأ يظهر اسمه حرفيا في كل مكان. The Eastern shuttle is no more. Tomorrow morning it will be the Trump shuttle. من العقارات للطيران، الألعاب، العطور، وحتى الكتب، كل اللي كان فاضل بس هي المصارعة. On March 27th, we're having one of the most exceptional and exciting events that we've ever had at Trump Plaza in Atlantic City. سنة 88 ترامب بلازا يستضيف رسلمانيا 4، العرض اللي نجح نجاح كبير، وبسبب ده يخليهم يقرروا إقامة العرض تاني في نفس المكان السنة اللي بعدها. التعاون ده كان سبب نجاح كبير ليهم هما الاتنين، لكن السؤال هو إزاي الرجل الكيوت ده said that there were two things in life, love and work. If you had to choose one, which would you choose? I would probably choose love. اتحول لده. Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. Let me talk. Quiet. A lot of times he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. كلمة السر في التحول ده هي فينس ماكمان. على أوائل التسعينات إمبراطورية ترامب بدأت تنهار، كل مشاريعه أفلست وأصبح مديون بملايين الدولارات، وكذلك صاحبه فينس ظهر له عدة فضايح وكوارث فتحت الباب لظهور منافس جديد، اتحاد WCW. لكن في وسط كل ده حاجة واحدة في الفترة دي كانت بتهدد مش بس ماكمان بل الصناعة كلها، الكيفيب اتكسر. الحيلة اللي المروجين بيحموها من بداية المصارعة جه ماكمان نفسه وقضى عليها، وأعلن إن المصارعة رياضة ترفيهية. جزء من الجمهور أصبح عارف ده، والجزء الأكبر عارف بسبب التسريب اللي حصل في نص التسعينات اللي اتسمى بذا كارتين كار. 4 من أبرز مصارعين الاتحاد كانوا بيتنافسوا ضد بعضهم البعض، لكنه في نفس الوقت كان بيجمعهم صداقة حقيقية خارج الحلبة. وفي ليلة كانت الأخيرة لسكوت هول وكيفن ناش في الاتحاد بعد المباراة ال4 اللي المفروض إنهم أعداء في القصة طلعوا وحضنوا بعض قدام الجماهير، اللي حد منهم وثق اللحظة دي وبعدها انتشرت على الإنترنت. الجماهير اتصدمت وحست بالخيانة، كانت ممكن تكون نهاية اهتمامهم بالمصارعة، لكن كالعادة ماكمان بعبقرية لقى طريقة لتحويل الأزمة دي كلها لصالحه. بدأ يدمج بين الأحداث الحقيقية والقصص عشان يخلق حالة شك مستمرة عند الجمهور، لأنك عارف إنها قصة بس ممكن تكون المرة دي حقيقة، أو ممكن تكون حقيقة فعلا لكنهم بيبينوها إنها ضمن قصة معينة، أو لأ ممكن يكون أصلا ضمن قصة معينة بس عايزين يبينوها إنها حقيقية عشان يزودوا المشاهدات. شايف طبقات من الخيال جواها طبقات من الحقيقة، يخلي الحقيقة والخيال ما يتعرفوش من بعض. الشك ده ومحاولة فهم هل المشاعر دي بجد ولا ضمن قصة هو اللي أصبح مصدر الإثارة. الوضع الجديد ده أطلق عليه نيو كيفيب، وعشان نوضحه هنرجع تاني لقصة الكارتين كار. وقتها الحدث ده ما كانش ينفع يعدي بدون عقاب، بس مع رحيل سكوت هول وناش وعدم القدرة على المساس بمدلل الاتحاد شون مايكل، كل اللوم كان من نصيب تريبل اتش. فضل يخسر ويبان ضعيف قدام الجماهير في وقت كان لسه ظاهر، وده كان ممكن يدمر مسيرته كلها. بعدها بسنين اتش كان في مقابلة معمولة عشان يتكلم عن مباراة ليه في سمر سلام، وده اللي حصل. I'm gonna tell you how I feel whether you like it or not. It's about 4 years ago, Madison Square Garden. I walked to the ring to say goodbye to my friends. Who got punished for that, JR? Me. They did it to me. Why? Because I was the easy one. I was the one that would take it. Well, you know what? That makes me sick in my stomach. Every time I look at you guys, it makes me sick to think what you did to me, holding me back. You guys talk about being students of the game. I am the game, JR.
بيتكلم عن حاجة حصلت بجد، حدث حصل بعيد عن الستوري لاينز والضرر اللي حصل له بسببه. هنا انت متعرفش ان اللي بيتكلم ده الشخصية تريبل اتش في سيناريو ولا الشخص بول ليفيك كان فعلا متضايق من اللي حصل له في الحقيقة. الإجابة ببساطة هي الاتنين، الحقيقة والقصص أصبحوا واحد، ومن وقتها WWE أصبحت مليانة بالقصص دي. آخرها في 2024 لما استغلوا حدث حقيقي وهو إصابة بيج إي من 4 سنين عشان يقلبوا كوفي وإكزافير وودز ويتحولوا للشخصية الهيل. You left us. You are never going to be medically clear. I broke my neck. Yeah, you broke your neck. So what? الفكرة هي إن لما تندمج الحقيقة بالخيال إثارة المشاعر عند الجماهير بتكون أسهل وتأثيرها أقوى، وهو ده بالظبط المطلوب. ترامب بقى فهم الأسلوب ده، عارف إن لو عايز يتحكم في الرأي العام الأمريكي فلازم يتحكم في شعورهم، عشان كده أعاد صياغة شخصيته بالكامل من رجل الأعمال الناجح الهادي إلى شخصية مثيرة للجدل، شخصية رجل الأعمال المستفز اللي بيعمل اللي عايزه مهما كان. ده بيفكرك بحد؟ أيوة، هو فينس ماكمان اللي كان خلاص بيدعى WCW بشخصيته مستر ماكمان، شخصية كانت بتسيطر على كل حاجة وبتمثل السلطة المطلقة. شخصية كانت من جبروتها لما يطلع لها فضيحة في 2006 تجيب الفضيحة دي وتبروزها في سيناريو وتتريق عليها عادي. شخصية الناس كانت بتكرهها وتحبها في نفس الوقت. ترامب اتأثر بشكل كبير بالشخصية دي وقرر إنه يتحول لشخصية موازية ليها في العالم الحقيقي، وظهر ده مع دخوله في عالم التلفزيون من خلال برنامج The Apprentice. أظهر نفسه كقائد ما عندوش رحمة لكنه في نفس الوقت ترفيهي، حتى إنه استخدم نفس عبارة فينس الشهيرة You're fired. You're fired. You're fired. وكل اللي كان فاضل له بس شخص مناهض للسلطة بتاعته، حد يكون زي أوستن في عالم ماكمان، عدو واضح ترامب يجرب عليه تكتيكاته الجديدة. في آخر 2006 المذيعة والممثلة الكوميدية روزي أودونيل انتقدت ترامب على الهواء بسبب إنه ما سحبش تاج ملكة جمال أمريكا بعد تعرضها لفضيحة بصفته يعني صاحب المسابقة. بالنسبة لترامب فهو ما صدق حاجة زي كده. Well, Rosie is a loser. Rosie's been a loser for a long time. إهانات وشتايم في أي مقابلة أو حوار أو حتى استضافة على التليفون. Rosie is a very unattractive woman both inside and out. And as hard as it is to believe, inside is probably uglier than outside. الصراع بينهم كان حديث الشارع في أمريكا، صراع ما استمرش أسبوع ولا شهر ولا حتى سنة، ده فضل شغال لمدة 10 سنين. ترامب كان بيتسلى عليها من وقت للتاني، ده حتى وقت ترشحه للانتخابات الأمريكية في 2016 في أول مناظرة لما سأل عن تحيزه ضد المرأة، ده كان رده. Your Twitter account only Rosie O'Donnell. بالمناسبة هو كمان مسك اللي سألته السؤال ده وشرد لها. I have no respect for her. I don't think she's very good. I think she's highly overrated. You know, you could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. But ترامب كان هيل زي ما الكتاب بيقول يعني، وما سابش حد إلا وأهانه، وبالذات الراجل ده. مناظراتهم حولها ترامب لبروموهات مصارعة حرفيا، بس ده هرجع له كمان شوية. You cannot take more energy tonight. I like that. Look, I was asked. المهم بسبب ان صراعهم ده كان ترند وقتها، ماكمان كالعادة حب يستغله، وفي عرض من عروض الرو طلع واتكلم عن ترامب وانه متضايق انه اخد كلمته المشهورة في البرنامج ده. واعلن بعدها عن مباراة Donald Trump versus Rosie O'Donnell. لكنها كانت مبتذلة وما عجبتش حد اصلا يعني. عشان كده بعدها باسبوع ترامب يبعت له رسالة بينتقد فيها الهبل اللي عمله ده، ومن هنا يبدأ صراع تاني لترامب، صراع هينقل لبعد تاني خالص بعيد عن أي سياسي، صراع المليارديرات. Let me put it very simply, Vince. I'm taller than you. I'm better looking than you. I think I'm stronger than you. Wow. You're a rich guy. I'm a richer guy. Here's what we'll do. You pick a representative. I'll pick a representative. If you lose, I get to shave your head. Oh! Shave his head! Mr. Trump, but you know what? The match is on!
ترامب اتعلم كتير من قصته دي مع مكمان، وجوده في الكواليس وعلى الحلبة وتحكمه في كل الجماهير بكلامه. هنشوف تأثيره بعد كده في مناظراته السياسية. Turn off the lights. مكمان اختار أوماجا عشان يكون ممثله في المباراة. بعدها ترامب اختار بوبي لاشلي. I think Bobby is gonna kick your guy's ass. وبعد أسابيع من الانتظار أخيراً يوم المباراة. time for the battle of the billionaires, hair versus hair match. بعد هزيمة أوماجا مسك ترامب مكنة الحلاقة وحلق المكمام. ومن اللحظة دي أقدر أقول لك اكتمل تحول دونالد واتولدت الشخصية ترامب. وقرر بالشخصية دي اللي بدون خبرة سياسية بدون تدرج حكومي الترشح للانتخابات الأمريكية. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. مسرح كبير بقواعد ومشرفين وقيم ترامب حوله لعرض مصارعة، وهو المتحكم الوحيد والكامل فيه. كان بيناطح 16 سياسي تقيل وما كانش قدامه حاجة يقدمها غير اللعب على المشاعر. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime. عشان يظهر بعدها إنه الوحيد اللي عنده الحل. We're going to build a wall. It's going to be built. وبروز ده بشعار حملته Make America Great Again. وهم دول كانوا حجرين الأساس في حملة ترامب، وكانوا معتمدين بشكل كبير عن نيو كيفاب بتاع مكمان اللي قلت لك عليه. لأن ترامب ما كانش بيقدم حلول، كان بيقدم مجرد وعود مغلفة بقصص وصراعات. How are you going to make them pay for the wall? I will. And the wall just got 10 feet taller, believe me. والجمهور اشترى ده، وبدل ما ينتقد سياسات منافسيه كان بيهاجمهم شخصيا. She said he's a pussy. That's tough. This is a tough business to run for president. I know you're a tough guy, Jeb. You know what's happening to Jeb's crowd, as you know, right down the street? They're sleeping. التنمر عليهم. Weak, pathetic people. The weakest person on the stage by far is Jeb Bush. I didn't want to. Donald, you cannot take more energy tonight. I like that. Look. ويلقبهم بأسماء تهدي صورتهم قدام الناخبين. Bush is a low energy person. You know, Lion Ted Cruz. Lion Ted. Breathe. You can do it. You can breathe. فضل يكرر في الإعلانات دي لحد ما الجماهير بدأ يترسخ ده في عقلهم. ده كمان كان بيقاطع كلامهم ويستخف بيهم. يعني شغل هيل مصارعة بامتياز. كل ده وهو كان حرفيا فاضي سياسيا. يعني المذيع بيسأله عن ايه دليله ان الحكومة المكسيكية بترسل مجرمين لأمريكا. Specific evidence that the Mexican government is sending criminals across the border. ما كانش بيجاوب بأي دليل، كان بيجاوب بقصص. Border Patrol people that I deal with, that I talk to, they say this is what's happening because our leaders are stupid, our politicians are stupid. وفضل تكتيكات المصارعة دي ترامب في الآخر كسب الانتخابات، مش لكونه صاحب أحسن برنامج انتخابي، بل لكونه أحسن واحد بيتحكم في الجماهير. أنا شخصياً بحب المصارعة وما عنديش مشكلة لو تفاعلت معاها، لأن المصارعة نفسها مش خطيرة، لكن الأسلوب بتاعها ده لما يطبق خارج الحلبة بتكون عاطبة وخيمة. بعد يوم 7 أكتوبر العالم كان في حالة صدمة، فالكيان استغل ده وبدأ يظهر في قصص وأخبار من اللي عملته المقاومة. الأخبار دي أشعلت مشاعر الغضب في العالم كله، وبسبب كده الرد بأي طريقة أصبح مبرر في عيون العالم. اترمى على اخواتنا تقريبا 95,000 طن من متفجرات تسبب في استشهاد أكتر من 45,000 شهيد. حتى لما تم اكتشاف إن الأخبار اللي طلعت دي ملهاش أدلة واضحة وتعتبر كذبة، مبقاش ده مهم لأنها خلاص أدت غرضها. لأن زي ما كنت بقولك طول الحلقة، إثارة المشاعر هي كل شيء.